بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم، وعودة مجددة تجمعني واياكم الى بداية احداث شوط المباراة الثاني من مواجهة الاردن والمغرب في نهائي بطولة كأس العرب رقم 11 هنا في استاد لوسيل، الملعب المونديالي الذي احتضن السوبر المصري السعودي للمرة الأولى عند افتتاحه في عام 1900 أو في العام 2022، وبعد ذلك احتضن 10 مباريات في كأس العالم، أهمها عندما رفع ميسي لقبه الأول مع منتخب بلاده على مستوى كأس العالم بالتتويج أمام فرنسا. وفي كأس آسيا استضاف هذا الملعب افتتاح وختام البطولة، وتوجت قطر بلقبها الثاني على التوالي وفي التاريخ. وبعد ذلك نجح في استضافة ريال مدريد في العام الماضي في نهائي بطولة القارات للأندية، واليوم نهائي بطولة كأس العرب. وبعد 3 أشهر من الآن الفيناليسما، اسبانيا بطل اوروبا تواجه الارجنتين بطل امريكا الجنوبية وبطل العالم. زريق وسميري يتركون ارضية الملعب على مستوى تشكيلة المنتخب الأردني في اللحظات القليلة الماضية من أحداث هذا اللقاء كتبديلين بالنسبة للمدرب جمال السلامي في تشكيلة الأردن، وأدهم القريشي بالإضافة إلى اللاعب عودة الفاخوري هم من يدخلون إلى أرضية الملعب. عودة يدخل إلى أرضية الميدان، وبالإضافة إلى اللاعب اللي ذكرته وهو اللاعب رقم 23 أدهم القريشي. هذه هي تبديلات المدرب جمال السلامي على مستوى أحداث اللحظات القليلة الماضية من هذا اللقاء هنا في شوط المباراة الثاني وبداية وانطلاقة أحداث هذا الشوط. بينما في الجانب المقابل يواصل المنتخب المغربي بنفس التشكيلة ونفس الأسماء على مستوى البداية هنا في مباراة اليوم. الآن كرة إلى صافرة موجودة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، خطيرة مستمرة وأبعدت في التوقيت المناسب. أردن أو عفوا المغرب أجرى تبديلا وحيدا اضطراريا بدخول اللاعب المهديوي مكان كريم المركعي. استثناء ذلك فيستمر من عيد أو في حراسة مرمى المنتخب المغربي، والحديث عن المهدي بن عبيد على مستوى حراسة المرمى أمام سعدان وسفيان بوفتيني. بول سكوت في الجهة اليمنى، كرة رأسية في هذا اللقاء عن طريق هداف البطولة علي علوان يسجل ويتقدم بأول الأهداف، يعدل النتيجة قبل الدخول إلى تشكيلة المنتخبين. وقبل الحديث عن أسماء اللاعبين في أرضية الملعب أذكر بأن الأردن أجرى تبديلين مع بداية الأحداث في شوط المباراة الثاني، وأن المنتخب المغربي أجرى تبديلا اضطراريا في شوط المباراة الأول، لكن بداية ولا أروع بالنسبة للنشامة في شوط المباراة الثاني. أبو دهب من أجل تأسيس هذه الانطلاقة والبداية النارية يعيد الكرة والمحاولة تصل إلى سعد الرسان إلى أبو دهب
يتقدم ويمر. لمسة بعد ذلك الآن عن طريق عودة الفخوري، انطلاقة لمصلحة المنتخب الأردني بأقدام المرضي الآن محمود المرضي. لمسة أمامية جميلة بالكعب وابعدت في التوقيت المناسب وعادت في الجانب المقابل مرتدة سريعة لمصلحة المنتخب المغربي. الله على هذا النهائي، والله على البطولة العربية، والله على أجواء كأس العرب ومباريات كأس العرب وحضور كأس العرب. أجواء استثنائية في غاية الروعة، قلناها ونقولها ونرددها ونصر عليها ونملك آمالنا فيها ونراها هكذا. هي كأس عالم بالنسبة لنا نحن كعرب، هي كأس عالم. نعم، شاء من شاء، أبى من أبى. فأنا أراهن بأن هذا النهائي قد يكون أهم بالنسبة للمغاربة من بطولة أفريقيا، وبالنسبة للأردنيين من بطولة كأس آسيا، وأهم من مبارياتهم الثلاث القادمة في بطولة كأس العالم. أراهن على ذلك، أدفع على ذلك، أقدر وضع ذلك، أعرف ذلك، قرأت ذلك، شاهدت ذلك، عرفت ذلك. الأردن الآن من جديد مغربية إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى اصطدمت في الشباك الجانبية، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. رأسية كانت عن طريق اللاعب المتقدم مروان سعدان، بينما هنا علوون. الله 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 على هذا الارتقاء من علي علوان، وهدف التعادل يأتي لمصلحة المنتخب الأردني عن طريق هداف البطولة رسميا يبصم علي علوان. سجل في 5 من 6 مباريات لعبتها الأردن في بطولة كأس العالم، نعم، باستثناء مواجهة السعودية ما سجل، بس في مرمى السعودية. على الإمارات سجل، على الكويت سجل، على مصر سجل، على العراق سجل، اليوم سجل، بالنهائي سجل. علوان سجل، عدل اسمه بالبطولة كهدافا لها برصيد 5 أهداف حتى هذه اللحظة، بانتظار قادم لحظاته، وبالتالي يحطم رقم سيف الدين الزيري المسجل في النسخة الماضية كهداف برصيد 4 أهداف، ويقترب من ياسين صالحي هداف النسخة قبل الماضية برصيد 6 أهداف. وبعيدا بكل تأكيد أكثر من سجل في نسخة واحدة علي البسكي لاعب المنتخب الليبي، عبيد الدوسري في نسخة 98 هنا في قطر سجل 8 أهداف. كرة عن طريق بول سكوت الآن يلعب المحاولات الماضية، اصطدمت، عادت من جديد لمصلحة المغرب، تصل إلى الجهة اليسرى مرة أخرى بأقدام حريمات. لمسة بعد ذلك عن طريق البديل المهديوي، زحزوح يبحث عن التقدم والمرور، صافرة موجودة وخطأ يعلن عنه حكم المباراة كلين نايبيرغ. حكم المباراة كلين نايبيرغ يعلن عن وجود خطأ في اللقطة والكرة والمحاولة الماضية. هنا التدخل من أمام زحزوح، وبعد ذلك قرار حكم المباراة باعتبار وجود الكرة والمحاولة الماضية، وبعد ذلك يأتي الخطأ بالقرب من منطقة الجزاء بانتظار ما يمكن أن يكون حاضرا على مستوى اللقطة والكرة والمحاولة القادمة. ركلة على مستوى مواجهة حارس المرمى يزيد أخذ ما يمكن أن يأخذ ما بين الشوطين، وبالتالي ولله الحمد هذا هو ما شاء الله رايق حاضر وبحضور مميز جدا. يزيد أبو ليلى في ميدان أو في مرمى المنتخب المغربي، كرة من ركلة ركنية ملعوبة عن طريق كرة بصافرة وخطأ عن طريق أسامة الطنان، متخصص بالمناسبة، ومن يتابع الطنان يعرف يدرك أن الأمر لم يكن بمحض الصدفة ولا هو بالغريب أبدا بالنسبة لأسامة الطنان. علي علوان الآن لمصلحة المنتخب الأردني، عودة بالكرة والمحاولة من جديد، وصلت إلى الجهة اليسرى. لمسة بعد ذلك بأقدام اللاعب حسام أبو دهب، يلعبها إلى سعد الروسان، ثقة كبيرة جدا يدخل من خلالها المنتخب الأردني إلى أحداث شوط المباراة الثاني هنا في هذا اللقاء، وينجح في العودة والتسجيل، وبالتالي يعدل الأمور برأسية
عن طريق الهداف الرائع المميز اللاعب علي علوان. علي بالمناسبة إمكانيات رائعة جدا بالنسبة لهذا الرجل، قد يكون مظلوم إعلاميا شوي بحكم وجود منتخب فيه الدعمري ويزن عماد من ناحية أو ممكن شوي هم أحلى منك يعني. جميل أنت يا علي، جميل يا علي، جميل يا علي بكل الأحوال. قد يكون مظلوم إعلاميا في هذا الجانب. يعني شوف ميسي في الأرجنتين، بنزيما فنان لعيب، مظلوم في وجود ميسي. أمر ينطبق على علي علوان، هو هداف الفريق في تصفيات كأس العالم، وهو من كان السبب الرئيسي الأول في وصول المنتخب الأردني بشكل مباشر إلى النهائيات. علوان هو هداف الفريق في بطولة كأس العرب والسبب الرئيسي اليوم في عودتهم إلى المباراة. علوان حضوره كان رائع جدا في بطولة كأس آسيا، ومن الأسباب الرئيسية في وصول المنتخب إلى المباراة النهائية. علوان كان مع الخور لاعب يمتلك إمكانيات رائعة، تحول إلى أن يكون حاضرا مع سيلانغور هنالك في الدوري الماليزي، وحاليا يتواجد على مستوى نادي الكرم في الدوري العراقي لكرة القدم. لاعب وهداف المنتخب الأردني علي علوان، الرجل الذي سجل هدف التعادل للأردن في مباراة اليوم. كرة فيها صافرة موجودة وخطأ يأتي على سعد الروسان. هنا المرور وبعد ذلك القرار يأتي بوجود الخطأ لمصلحة المنتخب المغربي على اللاعب سعد الروسان في هذا التدخل، ويأتي قرار حكم المباراة بوجود الخطأ في اللقطة. والكرة والمحاولة الماضية لا زالت مستمرة وقائمة. الكرة لمصلحة المنتخب المغربي الآن، رحلة البحث عن التقدم مرة أخرى على مستوى أحداث هذا النهائي المثير، هذا النهائي الرائع المميز على مستوى كرة القدم العربية. طنان يترك الكرة والمحاولة الماضية، واللقطة بعد ذلك تعود من جديد لمصلحة المنتخب المغربي. تسديدة ملعوبة خطيرة جدا تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت يبدو إلى ركلة ركنية على يسار حارس المرمى يزيد أبو ليلى. ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الأردني أو المنتخب المغربي على يسار حارس المرمى يزيد أبو ليلى. الآن محاولة من جديد لمصلحة المغرب. 7 دقائق أو 11 دقيقة نلعب في الدقيقة رقم 12 على مستوى أحداث شوط المباراة الأول. ركنية لمصلحة المنتخب المغربي، محاولة من أجل التقدم من جديد ملعوبة، مرت من أمام الجميع، لا زالت مستمرة وقائمة داخل منطقة الجزاء. التدخل يأتي والإبعاد في التوقيت المناسب، والمحاولة تعود مرة أخرى لمصلحة منتخب المغرب عند مهدي بن عبيد حارس مرمى فريق الوداد صاحب 27 سنة، الرجل الحاضر معنا هنا في هذا اللقاء، اللاعب الذي يلعب مباراة الدولية الخامسة، لم يكن حاضرا في مواجهة جزر القمر اليوم في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء، الرجل الذي حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة مغربية على مستوى بطولة الدوري، البطولة للمحترفين اللي هي دوري الدرجة الممتازة في كرة القدم المغربية قبل موسمين، موسم 2022-2023. هذا الرجل الذي كان حاضرا من خلال أحداث هذا اللقاء هنا أفضل حارس في مباراة أو أفضل حارس في الدوري المغربي قبل 3 سنوات من الآن. تعود المحاولة من جديد في الجهة اليمنى، باش يتقدم، لا زالت مستمرة وقائمة، طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى رمية تماس. هذه اللقطة وهذه المحاولة، بينما هنا الحديث عن المدرب العربي الحاضر في المباراة النهائية، والتأكيد على التفوق العربي في هذه البطولة، التأكيد على التفوق العربي في هذه البطولة من ناحية الفوز باللقب، بالعودة إلى تاريخ المنافسة. راح تجد بأن المدرب العربي اليوم
سيحقق اللقب السابع، سيحقق اللقب السابع، أصله 11 لقب في بطولة كأس العالم. هذا الأمر سيكون حاضرا من خلال أحداث هذا اللقاء هنا في هذه المباراة. كرة بمحاولة ملعوبة في الجهة اليسرى لمصلحة المنتخب الأردني في المنتصف، تعود عن طريق اللاعب سعد الروسان. مرور الدقائق الفريقين بكل تأكيد سيتجهون إلى اتجاه المحافظة على النتيجة وعدم المبالغة في التقدم من أجل عدم إيجاد المساحات، وبالتالي الأمر سيكون أقل من ناحية الفرص باتجاه المرميين. هكذا هي الأمور بالنسبة لربع ساعة الآن مرت على بداية شوط المباراة الثاني، ونحن بنتيجة التعادل بهدف ما أبالغ في الناحية الهجومية على أساس ما أبقى النتيجة بتعادل، أكون بكامل التركيز الدفاعي. أمر سيتسلل لا إراديا إلى نفوس اللاعبين، سيتسلل لا إراديا إلى نفوس اللاعبين من غير أي توجيهات خارجية وأي تدخلات من المدرب وأيا كان الفريقان اللي في أرضية الميدان. هكذا هو الوضع عند حدوث نتيجة التعادل واستمراريتها إلى دقائق متقدمة من أحداث هذه المواجهة. تعود الكرة من جديد لمصلحة المنتخب المغربي، لمسة في المنتصف عن طريق المهداوي وبعدت من أمامه، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى رمي التماس. هذا وإما هو أو مواطن السكتاوي سيكون البطل في مباراة اليوم ليعطي العرب لقبا سادسا على مستوى سابعا على مستوى 4 مدربين أو 4 ألقاب للمدربين العراقيين. حققت اللقب في بطولاتها ال4 مع مدربين وطنيين. مصر مع الجوهري، والجزائر مع المدرب مجيد بوكر، واليوم واحد من الاثنين مع مدرب مغربي. كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء ملعوبة الآن وبعدت في التوقيت المناسب. بالمناسبة المغرب حققت لقبها الوحيد في هذه البطولة بقيادة المدرب البلجيكي إيريك جيرتس عام 2012 هنالك في المملكة العربية السعودية. أمامي الآن محاولة في الجهة اليسرى، يبحث علي علوان عن التقدم لكن ايضا تغطية حاضرة وابعاد من بوفتيني الى رمي التماس. سفيان بوفتيني يطلب من حكم المباراة التريث وعدم الاستعجال لأنه يرى من نفسه غير قادر على ان يكمل الاحداث القادمة. حكم المباراة يذهب مباشرة للحديث مع بوفتيني ويقول له راح تتوقف جوج دقائق، راح تتوقف دقيقتين اذا ما كان في اصابه، وستضطر لمغادره ارضيه الميدان لمده دقيقتين في اللحظات القادمه. هنا فعلا بوفتيني يبدو بانه يعاني من اصابه، هل هو قادر على اكمال هذا اللقاء؟ وبالتالي يضطر الان الى مواصلة المشوار. كرة بتسديدة ملعوبة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى أو ركلة ركنية. حارس المرمى مهدي بن عبيد هنا يشير إلى ركلة مرمى، لكن الحكم نعم قرار سليم جدا باحتساب ركلة الركنية لمصلحة المنتخب الأردني على يسار حارس المرمى المهدي بن عبيد. ركلة ركنية للأردن الآن، محاولة هنا في الدقيقة رقم 19 على بداية شوط المباراة الثاني. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكاس وفي نهائي بطولة كأس العرب ما بين المنتخب الأردني والمنتخب المغربي في اللقاء النهائي الأول ما بين المنتخبين، وفي المواجهة الرابعة تاريخيا والثالثة في بطولة كأس العرب. ماذا هناك هذه الكرة قد يعود فيها حكم المباراة إلى تقنية الفيديو لوجود لمسة يد على اللاعب البديل المهداوي هذه اللقطة، لكن أعتقد بأن الحكم أشار إلى استمرارية المواجهة أو ينتظر لا زال لقرار حكم الفيديو. هو يتحدث مع المدرب أو هو سيعود إلى تقنية الفيديو، سيعود إلى تقنية الفيديو من أجل إقرار ركلة الجزاء القادمة. نعم
سيعود إلى تقنية الفيديو. ما هي الاعتبارات؟ ما هي ذي لمسة يد؟ وتلك كانت، تلك لم تحتسب، واليوم قد يحتسبها هذا الحكم السويدي جلين نويبرغ في اللحظات القادمة على مستوى أحداث مواجهة وتحول كبير في شوط ثاني. هل اتخذ القرار؟ هو اتخذ القرار. هل قرأ المادة؟ بكل تأكيد حفظها. الآن سيعلن القرار. Number 16 of Morocco played the ball with the hand, so my final بنالتي بنالتي بنالتي، ركلة جزاء على المهداوي، ركلة جزاء على المهداوي يشير إليها حكم المواجهة الحكم السويدي جلين نويبرغ في هذا اللقاء، ويعلن عن وجود ركلة جزاء للمنتخب الأردني. النشامة غيروا الوضع، بدلوا الأمور، وبالتالي عادوا للقاء وعادوا الأمر للمواجهة ووصلوا إلى التعادل، وبعد ذلك يبحثون عن تقدم. الله على كل الأمور التي تحدث هنا في شوط المباراة الثاني، وعلى هذه المحاولة هنا من ركلة جزاء ومن علامة جزاء راح يكون على تنفيذها من؟ يبدو البديل عود الفاخوري هو اللي راح يلعب الكرة، والمحاولة والقادمة لمصلحة المنتخب الأردني. أين علي علوون؟ أين علي علوون؟ علي علوون هل ترك أرضية الميدان من أجل تلقي العلاج؟ علي لا يتواجد الآن في الملعب. يا الله على هذه اللحظات، يا الله على هذه الدقائق، يا الله على هذه الثقة التي تمنح لعود الفاخوري. كيف سيكون ذلك القرار من أجل أن يمنح لاعب بالسن؟ لا، تركها لعلوون، تركها للمتخصص، تركها. هل يسجل ركلة الجزاء الخامسة من أصل 6 ركلات جزاء نفذها علي علوان؟ ركلة الجزاء السادسة لعلي علوان في هذه البطولة، سجل 4 وأضاع 1، والآن ينفذ الركلة الجزائية السادسة في مواجهة بن عبيد ولا علي علوان على تنفيذ ركلة الجزاء من أجل قلب الأمور وتغيير الوضع واحتمالية تبديل الأماكن ومن تأخر بهدف إلى تقدم الآن. هل يكون ذلك حاضرا أم أن بن عبيد سيكون له رأي آخر؟ مهدي في مواجهة علوان، علي في مواجهة مهدي. بن عبيد أمام الأردن، علوان أمام المغرب، بانتظار تنفيذ ركلة الجزاء وبانتظار هدف آخر أو تصد من الجانب الآخر. هنا ننتظر على تنفيذ الكرة والمحاولة القادمة لمصلحة المنتخب الأردني من علامة الجزاء. هداف البطولة علوان يتقدم، علوان في مواجهة مهدي بن عبيد. علي على رأس الأردن والأردنية، على رأس الأردن والأردنية، على رأس الأردن والأردنية. ومرة أخرى علم الأردن، علا بالعلالي وعلا علوان مرة أخرى ومن علامة الجزاء يسجل ويتقدم ويضيف الهدف الثاني ليقلب الأمور لمصلحة المنتخب الأردني، ليقلب الأمور لمصلحة الأردن الآن بهدفين مقابل هدف واحد. 2-1 هنا في هذا اللقاء، 2-1 في هذه المواجهة في سقف المرمى. الله 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 الله. هل علي علوان هو أفضل منفذ لركلات الجزاء على مستوى العرب حاليا؟ هذا السؤال الذي يطرح الآن، وبكل تأكيد لن يتردد الكثير في الإجابة بنعم، لن يتردد الكثير في الإجابة بنعم. الأردن تعود وتقلب الأمور لمصلحتها
هنا في هذه المواجهة وبهدفين مقابل هدف واحد. ولا زالت ما زال هنا في هذا اللقاء الأمر للمرة الأولى المغرب يتأخر بنتيجة مواجهة على مستوى هذه البطولة، كما تأخرت الأردن للمرة الأولى ونجحت في التعامل. الأردن تقدمت على الإمارات، تعادلت ورجعت فازت مرة ثانية، تقدمت على الكويت، تقدمت على مصر، تقدمت على المنتخب العراقي، تقدمت على السعودية. لم يعش المدرب عاد جمال السلامي وضعية المتأخر بنتيجة المباراة، وبالتالي كان التساؤل كيف سيتعامل مع وضعية يعيشها لأول مرة في هذه البطولة. الإجابة جاءت في ظرف أقل من نصف ساعة، 25 دقيقة. الأردن في شوط المباراة الثاني نجحت في قلب الأمور لمصلحتها بهدفين مقابل هدف واحد. في الجانب المقابل الآن طارق سكيتيوي يعيش وضعية للمرة الأولى يعيشها، لم يتأخر أمام جزر القمر وكان متقدما طوال المباراة، لم يتأخر أمام عمان ونجح في التعامل مع النقص العددي في الشوط الثاني وخرج بالتعادل. الأمر تكرر بانتصار على السعودية 1-0 و1-0 على المسوري قاسيون، وفي المباراة الماضية بثلاثية نظيفة. للمرة الأولى يعيش الجمهور المغربي ومدرب المغرب ولاعبينهم وضعية الفريق المتأخر بنتيجة المباراة. هكذا هو الوضع في اللحظات القليلة الماضية من أحداث هذا اللقاء، عندما سجل علي علوان من علامة الجزاء وأهدى المنتخب الأردني نتيجة التقدم بهدف مقابل لا شيء. سلامات بوفتيني هذه ملامح لاعب يعلم تماما بأنه سيتم استبداله. نعم هذه ملامح لاعب يعلم تماما بأنه سيتم استبداله، سيترك أرضية الملعب في اللحظات القادمة. بوفتيني على مستوى يقول لا ما راح حط، لكن القرار يأتي من طارق سكيتيوي بأن التغيير قادم والتبديل قادم، وبالتالي أيضا طنان هو الآخر يترك أرضية الميدان في هذه الأثناء كتبديل آخر حاضر للمنتخب المغربي، واللاعب أنس باش هو الآخر يترك أرضية الملعب في هذه الأثناء. البدلاء الثلاثة اللي نزلوا سنتحدث عنهم الآن، مما يحدث ربما تغيير على مستوى طريقة أو أسلوب اللعب في الدقائق القادمة. صابر بوقرين لاعب الرجاء هو من يدخل إلى أرضية الملعب في هذه الأثناء على مستوى تشكيلة المنتخب المغرب، وعبد الرزاق حمد الله رجل الذي سجل في شباك الإمارات يدخل إلى أرضية الميدان، بالإضافة إلى اللاعب منير شويار لاعب فريق نادي نهضة بركان يدخل إلى الملعب. كرة تصل إلى عبد الرزاق حمد الله وبعدت في التوقيت المناسب، عادت ولا زالت مستمرة لمصلحة المنتخب المغربي. الآن لا زالت حاضرة، لكن أيضا تغطية وإبعاد للكرة والمحاولات الماضية تصل إلى حارس المرمى مهدي بن عبيد. المغرب التي لم تستقبل أي هدف طوال مشوارها في البطولة باستثناء هدف واحد لم تستقبل أي هدف في المباريات الأربع الماضية. بن عبيد اليوم يستقبل هدفين في هذا اللقاء، وبعدت الكرة والمحاولة عادت من جديد لمصلحة المنتخب الأردني. بحث عن التقدم والمرور، التغطية والإبعاد بكرة تصل في الجهات اليسرى. مغربيا الآن محاولة لمصلحة القائد حريمات، لمسة بعد ذلك عرضية داخل منطقة الجزاء لا زالت مستمرة وقائمة رأسية من حمد الله، سهلة عند حارس المرمى يزيد أبو ليلى، مع وجود راية وتسلل على عبد الرزاق. راية وتسلل هذه الكرة، والقرار سليم جدا من حكم المواجهة عبد الرزاق حمد الله في اللحظة الماضية باعتبار وجوده متسللا بقرار من الحكم المساعد الثاني، وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة المنتخب الأردني. لازلنا في ربع ساعة وأكثر
على مستوى الأحداث في شوط المباراة الأول مشاهدينا الكرام، أو الثاني عفوا، متابعينا عبر قنوات الكأس في كل مكان على مستوى منافسات بطولة كأس العرب. هذه المواجهة خطيرة، الكرة تعود في الجانب المقابل الأردنية، لا زالت مستمرة وقائمة، انطلاقة وصلت إلى محمود المرضي داخل منطقة الجزاء، المرضي الآن تسديدة تأتي لكن أيضا تصطدم وتعود في الجانب المقابل صافرة خطأ على حسام أبو دهب، خلص الكرة، لكن حكم المباراة يرى بأن أبو دهب في اللقطة الماضية ارتكب خطأ، وبالتالي يستوجب الإعلان عن ركلة حرة لمصلحة المنتخب المغربي. كرة تلعب أمامية، أبعدت في التوقيت المناسب، عادت عن طريق حريمات، وصلت في الجهة اليسرى إلى القائد المرضي محمود المرضي، أمامية من المرضي، لكن أيضا تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب، أبعدت من أمام الرشدان، عادت مغربية بأقدام سعدان، وصلت بعد ذلك بصابر، لمسة في منتصف ملعب منتخب المغرب، البحث عن من؟ البحث عن الجهات اليسرى، هذا مهداوي من تسبب بركلة الجزاء، يلعب كرة في الجهات اليسرى إلى المساوي، مهداوي، أمامية من المهداوي، لا زالت مستمرة وقائمة، تصل إلى عبد الرزاق حمد الله على مشارف، الله 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 الله، يا الله، راية وتسلل، راية وتسلل، ركلة حرة غير مباشرة، اعتقد بوجود التسلل على عبد الرزاق او على البديل له، هذا ازارو، نعم ازارو متسللا في هذه الكرة، ولكن بالرغم من ذلك هنالك مهند ابو طه تدخل وابعد الكرة في التوقيت المناسب وخلصها، وبعد ذلك جاء قرار حكم المباراة باعتبار وجود التسلل وركلة حرة غير مباشرة عند حارس المرمى يزيد أبو ليلى، وبعدت الكرة والمحاولة لمصلحة المنتخب الأردني، تدخل وإبعاد في التوقيت المناسب، عادها مغربية صافرة، لا حكم المباراة يشعر بالاستمرارية، الكرة تعود من جديد، الضغط كبير والأحداث متسارعة والمحاولات مستمرة والدقائق تمر مسرعة في هذا الجانب، بطيئة في الجانب الآخر، لكن في كل الأحوال الكل استمتع بأجواء لقاء استثنائي في ليلة استثنائية على مستوى طقس استثنائي بحضور كبير استثنائي بانتظار الآن العدد في مدرجات ملعب الوسيل. كرة تعود من جديد إلى صابر بكران، صافرة وخطأ وبطاقة صفراء، صافرة وخطأ وبطاقة صفراء. لاعبو المنتخب الأردني أو المغربي كانوا يطالبون باستمرارية اللعب، حكم المباراة أوقف اللعب لاستجاب إشهار البطاقة الصفراء، كان ممكن تمشي الكرة وبعدين يشهر بطاقة صفراء، لكن يمكن ما استفاد، وبالتالي الأمور يعني تأتي بوجود إيقاف وصافرة وخطأ وبطاقة صفراء على سعد الروسان. بطاقة صفراء على الروسان، محاولة لمصلحة المنتخب المغربي الآن على تنفيذها. زحزوح هو اللي راح يلعب الكرة، والمحاولات القادمة المسافة ليست بتلك المسافة البعيدة. أبو ليلى في المرمى، يزيد يسدد كرة زحزوح بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى. طالت الكرة إلى خارج الميدان، وصلت إلى ركلة مرمى عند الحارس يزيد أبو ليلى. هذا أبو دهب لاعب نادي السامية، أيضا يحصل على البطاقة الصفراء، لاعب يقدم أداء كبيرا جدا على مستوى أحداث هذه البطولة، وأحد أفضل الأسماء في خط الدفاع لهذه المواجهة والمواجهات السابقة للمنتخب الأردني. حضور رائع جدا بالنسبة لأبو دهب. كرة تعود من جديد، وصلت في الجهات اليسرى، لا زالت مستمرة وقائمة، تسديدة قوية على العارضة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. 85,000 متفرج في مدرجات استاد لوسيل، 85,000 متفرج. يمكن البعض قرر عدم الحضور ربما بسبب الأحوال الجوية، لكن هذا
يعتبر واحد من أكبر العضو الجماهير في تاريخ بطولة كأس العالم، إن لم يكن هو الأكبر على الإطلاق هكذا يكون الوضع طبعا خلال أكيد استمرارية لتحطيم الأرقام القياسية المسجلة على مستوى الجمهور. بالمناسبة استاد الحسين امتلأ فعليا لما نقول لك مالك محط ريل، لما تقول مالك محط فعليا هذا الكلام صار 3 مرات فقط، وكانت في بطولة كأس العالم الأرجنتين المكسيك في دور المجموعات، الأرجنتين كرواتيا في دور النصف النهائي، والأرجنتين فرنسا في المباراة النهائية. 88,966 متفرج في الملعب، السعة الكاملة، أي لا مكان لمقعد فاضل في مدرجات استاد لوسيل اليوم. 85,000 يا له من حضور كبير مشرف لكرة القدم العربية في هذا الملعب الذي يستمر بكتابة قصص وحكايات ستروى إلى الأجيال القادمة لسنوات وسنوات. كرة فيها محاولة أمامية أبعدت الآن. المغرب أجرى تبديل في اللحظات القليلة القادمة. اللاعب محمود بن طيق، اللاعب محمود بن تايج هو من دخل إلى أرضية الملعب في الدقائق القليلة الماضية، والمساوي هو من ترك أرضية الملعب. بن تايج هو من دخل إلى الميدان، واللاعب المساوي ترك أرضية الملعب. 10 دقائق أمام الأردن من أجل التتويج بأول لقب في بطولة كأس العرب لأكثر فريقها في منتخباتها حضورا وتواجدا في هذه البطولة على مدار تاريخها. 10 دقائق أمام المنتخب المغربي من أجل العودة. الآن تبديل جاموس يترك أرضية الميدان لرجاء عامر جاموس يترك أرضية الملعب في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة هنا في هذا اللقاء لزميله، والحديث عن اللاعب رجاء عايد أن يدخل إلى أرضية الميدان. كرة في الجهة اليسرى، محاولة تصل إلى عبد الرزاق. حمد الله داخل منطقة الجزاء، سقوط لا زالت مستمرة وقائمة، لا زالت حاضرة. ملعوبة اصطدمت وتحولت إلى ركلة مرمى عند الحارس يزيد أبو ليث. هكذا يلعب فيها لمسة يد على اللاعب عبد الرزاق حمد الله، فيها لمسة يد على عبد الرزاق حمد الله. كرة إلى ساطرة موجودة وخطأ. أمامية ملعوبة الآن. تعود إلى حارس المرمى. مهدي بن عبيد يبدأ من خلالها محاولة جديدة تصل إلى الجهة اليمنى لمصلحة المنتخب المغربي. إلى انتقال في الجهة اليسرى. 7 دقائق أخيرة متابعينا في كل مكان قبل نهاية أحداث الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. كرة ملعوبة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت بعد ذلك إلى ركلة مرمى. هنا الحضور الكبير للجماهير المغربية التي جاءت من كل مكان للمنتخب وتشجيع المنتخب المغربي في هذه البطولة، وتوافدت عن طريق المطارات للوصول إلى مدرجات هذا اللقاء، وسجلت حضورا مميزا جدا في هذه البطولة من فاس، حيث تتشابك الأزقة كخيوط الذاكرة وتفوح رائحة العلم من جامعة القرويين إلى مكناس
وليلي وإلى مراكش التي تتوهج بلونها الأحمر، مدينة تنبض بالحياة، وعلى طرق القوافل ينهض آية بن حدو كقصيدة من طين وحجر، وعلى شفشاون والدار البيضاء والرباط وجميع المدن المغربية جاءوا من أجل تشجيع منتخب بلادهم في هذه المواجهة وفي بقية منافسات هذه البطولة. المغرب أينما حللت وارتحلت تجد الجميع مرحبا بك، يستقبلك كاستقبال أهل دار، ويفتح كل الأبواب لإكرامك ومن معك. هكذا عهدناهم وهكذا كما عهدنا أهل الأردن بكرمهم وأخلاقهم وحضورهم وعاداتهم وتقاليدهم. كرة إلى خارج أرضية الملعب، هذا التدخل الموجود، وبعد ذلك إلى رمية تماس صافرة موجودة وخطأ يبدو لمصلحة المنتخب الأردني على اللاعب الحاضر أمامنا. الحديث عن بول سكوت هو من ارتكب الخطأ في اللقطة الماضية. دقائق 5 أخيرة متبقية مشاهدينا متابعينا، أو هي إلى رمية تماس تلعب عن طريق حريمات، عادت من بول سكوت إلى رمية تماس جديدة. للمنتخب المغربي الآن لمسة من الجهة اليمنى، لا زالت في أرضية ملعب، تحولت إلى رمية تماس جديدة على تنفيذها صابر مذهل، اللاعب الذي دخل في اللحظات القليلة الماضية. وصلت الكرة إلى ركلر دافع بشكل رائع جدا، تعودنا عليه كذلك دائما وابدا عندما يتقدم بنتيجة يعرف جيدا عدم التفريط في هذه النتيجة. الآن تعود من جديد عرضية داخل منطقة الجزاء رأسية، لكن أبو ليلى ولكن تعود من حمد الله يسجل راية وتسلل ركلة حرة لمنتخب الأردن الآن بانتظار تأكيد تقنية الفيديو على قرار الحكم المساعد، بانتظار تأكيد تقنية الفيديو على قرار الحكم المساعد. ننتظر الآن هل هنالك راية وتسلل حريمات؟ صح يا حريمات، لماذا يحتاج لاعبو المنتخب الأردني على حكم المباراة؟ ما فيها سيعتمد الهدف. حمد الله أعاد المغرب إلى المواجهة، أو هنالك لمسة يد ربما. لازلنا في شك ولنتأكد سيعتمد الهدف. خذها مني يا مغربي، القرار من تقنية الفيديو سيأتي بعد لحظات. أرى فيه الاعتماد. احتفل يا حمد الله، وليحتفل المغاربة بانتظار التأكيد بعد العودة. نايبيرغ ماذا هناك؟ قلت لك احتفل، أنا ما أقول احتفل، ارقص، غني. عادت المغرب، عادت عبارة قلتها في نهائي كأس العالم وأرددها الآن. هل انتهت أم لا زال في الجنون جنون؟ احتفل، أنا ما أقول لك بأن تحتفل. هذا هو الأسد المغربي مرة أخرى ينهض ويعود كما جرت العادة. لا استسلام
ولم يعتادوا على الاستسلام، يرفعون الأمور من جديد ويعيدون الكرة مرة أخرى إلى أرضية الميدان بنتيجة التعادل 2-2. الله 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 الله. هكذا هي الأمور. كدايرين الدراري، كدايرين الدراري الآن بعد التعادل. أنا أعلم بأن الكثير كان يضع يده على قلبه، لكن في هذه الأثناء الأمور هدأت. أسألك أنزاكي أزول في الله، هل أنتم بخير؟ كيف حالكم الآن؟ كيف هي الأمور؟ كيف هي الأمور بعد العودة بنتيجة التعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة وفي الدقيقة الأخيرة؟ ينجح سكيتيوي يثبت الاثنين فعليا بأنهم الأفضل على مستوى هذه البطولة. شوف كيفية التعامل مع التأخر بنتيجة هذا قلب، وهذا أعادها لكفة الاتزان، هذا أعادها لكفة الاتزان. كرة تعود من جديد، ممتعة 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 مواجهة ممتعة. أنا ما هذا كأس عالم خاص فيه، كأس عالم خاص فيه. لم تنتهي الإثارة بعد، ولم ينتهي الجنون بعد. لا زلنا في أرضية الملعب، ولا زال للنشامة وأسود الأطلس كلمة في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة. كرة تبعد إلى خارج أرضية الميدان، تصل بعد ذلك إلى ركلة مرمى أو رمية تماس. 9 دقائق. تحدثنا عن المنتخب، عن المغرب وجماهيره ومدنه التي تتابع هذا اللقاء، ونتحدث عن الأردن ومدن الأردن وأهالي الأردن. ليس فقط الموجودين، فهم ليسوا إلا ملح زاد هذا البطولة أو هذه البطولة طعما جميلا رائعا كطعم ذلك المنسف الأردني الذي يتفوق. بالنسبة لي لا تجيب الحط منسف أي شيء آخر في الدنيا، نتجه للمنسف. الحلاوة حلو، الأكل الأردني، المقلوبة الأردنية، المسخن، شغلات جميلة جدا. اليوم جمهور الأردن في هذه البطولة ليس إلا زيادة لملح هذه البطولة وزيادة على حلاوة هذه البطولة. من أكثر جمهور حجز تذاكر في بطولة كأس العالم جايين من عمان، قلب بلاد الناظر، حيث يلتقي جبل قلعة بالمدرج الروماني، وتمتزج الحضارات في مدينة اللاكرة إلى الصوت، مدينة التسامح والبيوت الصفراء التي تحكي شرفاء قصة التعايش والكرامة الأردنية الأصيلة، إلى جرش في الشمال حيث تقف بأعمدتها ومسارحها قيس على بحيرة طبريا التي تأتي في الوسط. ماجدة كرة بمحاولة لمصلحة المنتخب الأردني أو المغربي، ورحنا وزرنا وجينا، لكن حقيقة لا بد بأن تأخذ الكرك حظها من الكرك. جنوب كرك قمة القلعة رمز الصعود، حكاية من الحروب والفرسان، مدينة لم تنحني للزمن الحالي، بقيت مثل ما هي. تحية للأردن وكل أهله، وتحية خاصة للكركي وأهل الكرك. كرة إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى. هذه هي التقنية التي تثبت صحة الهدف والتي اعتمدت عليها من النظرة الأولى في هدف سجل عن طريق عبد الرزاق حمد الله. وجاءت الدموع في أوه على ردة الفعل، على ردة الفعل، على ردة الفعل هنا في هذه المواجهة وفي اللقطة والكرة والمحاولات الماضية. 3 دقائق من أصل 9 متبقية قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والأمور بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين. ألم تنتهي مباراة كأس العالم في وقتها الأصلي بنتيجة 2-2؟ ألم تمتد وقتين إضافيين؟ ألم تشهد جنونا في الوقت الإضافي الأول والثاني؟
لم تصل إلى ركلات الترجيح، وعشنا معها أجمل التفاصيل. اليوم هنا في هذا اللقاء تستمر هذه التفاصيل المميزة، ومن خلال نهائي بطولة كأس العرب يأتي هذا اللقاء بنتيجة التعادل بهدفين مقابل هدفين، 2-2. هذا كأس عالم خاص فيه، هذا كأس عالم خاص فيه. كرة مغربية تصل عن طريق بولسكوت، يعيدها بأقدام حريمات مرة أخرى. مروان سعدان إلى محمد حريمات، لمسة إلى بولسكوت، تأتي إلى القائد حريمات يبحث عن التقدم، والمرار يلعبها في الجهة اليمنى عن طريق بولسكوت. تغطية دفاعية وإبعاد، كرة تحولت إلى رمي التماس عن طريق الرشدان. إزار أنقادهم وأرشدهم إلى المباراة النهائية. الهدف الرأسي في شباك العقيدي أعلن من خلاله انتصارا أردنيا على حساب المنتخب السعودي. حاول لمصلحة المغرب الآن منير شويار لاعب البديل الذي نزل في شوط المباراة الثاني، يلعب كرة في الجهة اليمنى إلى بولسكوت، عرضية محاولة مرت من أمام الجميع، وتعود الآن بصافرة من حكم المباراة لوجود الخطأ. صافرة من حكم المباراة لوجود الخطأ. هذه اللقطة، هذه الكرة، هذه المحاولة، لمسة اليد نعم موجودة، وبالتالي قرار سليم من حكم المباراة على مستوى احتساب الخطأ في اللقطة والكرة والمحاولة الماضية، وبالتالي لمسة موجودة وقرار سليم. حكم نايبيرغ بالمناسبة يقدم أداء جيدا في هذا النهائي، ومن خلال أحداث هذا اللقاء ما أدري أنا قاعد شوي أقلل رتم على أساس أن أشوف بأن المباراة رايحة إلى وقتين إضافية، فأحتفظ ببعض الطاقة. اعذروني نعم، اعذروني لأحتفظ ببعض الطاقة لشوط المباراة الإضافية الأول والثاني، إلا إذا كنت تريد استنفاذ الطاقة يا علي علوان لمصلحة المنتخب الأردني. عادت من جديد، الله بشكل أخف يا علي علوان. ضاعت على علي وضاعت على الأردن، ضاعت على الأردن. محاولة خطيرة جدا، والله يستحق بأن يكون نجم من نجوم هذه البطولة، نجم من نجوم هذه البطولة. علي علوان يتقدم ويلعب الكرة لكن إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة تصل إلى ركلة مرمى. 7 دقائق ولا زال هنالك، لم تنتهي، ما زال في أرضية الميدان، ومن خلال محاولة لمصلحة المنتخب المغربي. لن أعود بالرتم، سأبحث دائما عن القمة، وسأبحث عن الصوت والتفاعل، وسأبحث عن المتعة كما تبحثون عنها. المواجهة لا تحتمل أي تقصير ولا تنتظر أي تواطؤ، والإثارة مستمرة والحضور كبير، وحمد الله موجود، هو من أعاد المغرب يبحث عن قيادتهم إلى اللقب. حمد الله. ماذا هناك؟ عادت. مستحيل. لا. اعتذر، فالمواجهة لا تحتمل الهدوء. اعتذر، فلا يمكن الا بان استنفذ كل الطاقة، ولا احتمل الا ان تنقضي احبال صوت امتد ل20 عاما في هذا المجال. كرة بمحاولة لمصلحة المنتخب المغربي، عرضية. حمد الله لا زال في أرضية الملعب، وكرة بمحاولة ملعوبة إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى ركلة مرمى. هل هنالك عودة إلى تقنية الفيديو؟ نصيب
لا يا حمد الله، لا يا حمد الله، لا يا حمد الله، لا يا حمد الله، لا يا حمد الله. اللقطة الماضية سقط في أرضية الميدان، لو ركز على استمرارية اللعب كانت الأمور ربما ذهبت بشكل آخر، تحولت في الجانب المقابل لمصلحة علوان. أوهو يا علي، أوهو يا علي، أوهو يا علي، ماذا أضعت يا علي في مثل هذا التوقيت؟ أليس هذا هو ذلك التصدي من المدرب أو من الحارس عفوا إيميليانو مارتينيز لكرة كولومواني؟ أليس ذلك هو؟ في كل الأحوال هي راية وتسلل، في كل الأحوال هي راية وتسلل. يعني حتى لو كانت هنالك ركلة جزاء، حتى لو كانت هنالك ركلة جزاء، فالأمور فيها تسلل من البداية، من البداية، وبالتالي لا وجود لشيء لعبد الرزاق حمد الله. ما أشبه ليلة 18 من ديسمبر بتلك الليلة التاريخية. نعم، ما أشبه هذه الليلة بتلك الليلة التاريخية. أليس هذا هو تصدي بن عبيد مشابها